كاس العالم بطولة مميزة جدا جدا جدا، بتيجي مرة كل 4 سنين، وده بيديها قيمة مهمة وبيدي لكل ماتشاتها حلاوة بتخليك مش عايز تفوت أي ماتش. أنا خصوصا جدول يومي أصلا عشان كاس العالم من 12 ل 11 قدام التلفزيون، يا إما بتفرج على الماتشات يا إما الساعة اللي ما بين كل ماتش والتاني بقعد أتفرج على الأجواء والجماهير والكلام ده كله. موضوع ممتع، حالة بتحس إن العالم كله ساكت وقاعد بيتفرج ومركز إيه اللي بيحصل هنا. بس خلاص ماتشات الساعة 12 والساعة 3 انتهت لآخر البطولة، بعد كده كل الماتشات هتكون الساعة 5 والساعة 9. بس بالنسبة لي السيء، بس هو الموضوع لازم يحصل عشان مبدأ تكافؤ الفرص، هو ان من دور الجولة الثالثة من دور المجموعات بيتلعب ماتشين في نفس الوقت بتوع كل مجموعة في الساعة 5 والساعة 9. فعشان كده الواحد بيبقى قدامه اختيار، هيشوف الماتش ده ولا الماتش ده. وده اللي احنا هنحاول ندردش فيه مع بعض في الحلقات دي ان شاء الله. كل يوم الصبح قبل الماتشات هننزل ايه في وجهة نظري الماتش اللي ممكن يكون الاهم حسب النقاط وعلى حسب الترتيب وعلى حسب الاداء اللي شفناه من الفرق وعلى حسب برضو شويه انتماءات عربيه والكلام ده كله. وبرضو في نفس الوقت هنقول شو التوقعات بتاعتنا للماتشات دي او توقعات المجموعات، مين هيكونوا المتاهلين منها لدور ال 16. فتابعونا، ما تنسوش اللايك وشغلوا بقى الجرس والكلام ده كله عشان تتابعوا الحلقات دي. وتابعونا برضو على السوشيال ميديا، على تويتر بننزل تغطيه مع الماتشات كده اول باول، وعلى الفيسبوك وعلى انستجرام دايما بنعلن عن حلقات وبنتكلم مع الناس، ما تنسوش تتابعونا هناك. ويلا بينا نتكلم عن ماتشات النهارده اللي هتلعبوا في المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. المجموعه الاولى هيتلعب فيها الساعه 5 ماتش هولندا وقطر وماتش الاكوادور والسنغال. المجموعه ترتيبها هولندا في المركز الاول باربع نقط، وبعديها الاكوادور برضو باربع نقط، وبعديها السنغال بثلاث نقط، وبعديها قطر بصفر. اولا ماتش هولندا وقطر انا مش ممكن يكون باين جدا انه ماتش اقل الاهميه، خصوصا ان قطر خلاص ودعت دور المجموعات وودعت البطوله بشكل عام. هولندا بشكل كبير جدا انا شايف ان الفوز هيبقى سهل بالنسبه لها، رغم ان احنا شايفين الاداء السيء اللي قدمته هولندا. حتى لما قدرت تكسب السنغال 2-0 كسبتها باداء سيء. وبرده حتى قدام الاكوادور كان ماتش الاكوادور متفوقه فيه في كل حاجه عن هولندا، بس هولندا قدرت بالخبرات ان هي تعدي بتعادل مهم ليها يضمن لها على الاقل ان هي دلوقتي تكون في المركز الاول باربع نقط متساويه مع الاكوادور. فانا شايف ان بالنسبه للاداء اللي قطر قدمته هولندا قدمته، على الاقل هولندا هتقدر تعدي من قطر، وقطر للاسف هتودع بطوله بصفر، وهولندا هتوصل للنقطه السابعه. اما بقى بالنسبه للماتش اللي انا شايف ان هو الماتش الاهم في الساعه 5 او الماتش اللي المفروض انه يتشاف، مش ماتش هولندا وقطر خالص، هو ماتش الاكوادور والسنغال، لان هو فعلا ده ماتش دور 16 او ماتش خروج مغلوب. اللي هيخسر هيطلع بره. التعادل يخدم جدا الاكوادور. السنغال محتاجه تفوز عشان تقدر تتاهل من دور المجموعات. الاكوادور مفاجاه المجموعه اكيد، بكل تاكيد احنا ما كناش متوقعين ده. اي حد كان بيتوقع ترتيب المجموعه قبل البطوله كان بيتوقع هولندا والمركز الثاني والله لا قطر، والله لا السنغال، وبعدين الاكوادور هنحطها رابعه وخلاص. الوضع دلوقتي ان الاكوادور في المركز الثاني بنفس عدد نقط مع هولندا، وقدرت تخطف نقطه من هولندا وتكسب البلد المستضيفه لاول مره في تاريخ البلد المستضيفه تخسر ماتش الافتتاح. وعشان كده انا شايف ان الاكوادور الصراحه هتقدر تعدي من السنغال في الماتش ده بالفوز او حتى بالتعادل. يعني انا شايف ان المجموعه هتكون هولندا وبعديها الاكوادور وبعديها السنغال وبعديها قطر. عارف ان السنغال قدمت اداء حلو جدا قدام هولندا وبس خسرت في الاخر بسبب غلطات من مندي، وعارف ان هم قدموا اداء حلو جدا بسبب قطر. بس انا عندي اعتقاد ان السنغال عندها مشكله في الانهاء، عندها مشكله في الفينش. انا عارف ان هم كسبوا قطر 3، بس برضه تحس ان عدم وجود ساديو ماني مدي شويه عشوائيه في الهجوم، ومدي شويه ان في فرص كتير بتروح على المرمى بس ما حدش بيقدر يخلصها. وانا شايف ان دي هتبقى مشكله السنغال في الماتش بتاع النهارده، وده اللي هيكسب الاكوادور وهيأهلها، والسنغال وقطر هيكونوا هم المودعين في المجموعه دي. وهيستنوا بقى هولندا والاكوادور الاول والثاني من مجموعه الساعه اللي هتتلعب الساعه 9. المجموعه الثانيه اللي فيها انجلترا في المركز الاول باربع نقط، وبعديها ايران بثلاثه، وبعديها امريكا باثنين، وبعديها ويلز بنقطه. الماتشات هتكون ما بين انجلترا وويلز، وبعديها في نفس الوقت الماتش ما بين ايران وامريكا. ماتش انجلترا وويلز اكيد باين ان هو مش الماتش الاهم، وسيبكم من الكلام اصل ايران وامريكا الحرب العالميه ومش عارف ايه، مش ده الموضوع خالص. الموضوع خالص ان زي ما قلنا هو ماتش خروج مغلوب، اللي هيخسر هيطلع بره. ايران يكفيها تعادل، وامريكا محتاجه تفوز على ايران عشان تقدر تتاهل. والناحيه الثانيه انجلترا وويلز محتاجه تكسب انجلترا عشان تتاهل، وانجلترا اي نتيجه ثانيه اذا كان تعادل او فوز هو ده اللي هيأهلها. وانا شايف ان الفوز هيكون سهل على انجلترا، حافظين ويلز والموضوع سهل وصعب يخرجوا من دور المجموعات. انا شايف ان انجلترا رغم الاداء السيء جدا اللي قدموه قدام امريكا في اخر ماتش ليهم، بس انا شايف ان هم هيقدروا يكونوا في المركز الاول وهيقدروا يجمعوا ال3 نقط وهيكونوا معاهم 7 نقط ويتأهلوا كأول مجموعه دي. اما بالنسبه بقى للماتش الثاني والاهم واللي انا شايف ان لازم نقعد كلنا نتفرج عليه، هو ماتش اللي ما بين ايران وامريكا. فانا الصراحه عجبني جدا الاداء اللي قدمته ايران.
الحلقه دي بتتعاد تصويرها، مش عارف ليه وانا بصورها اول مره قلت ايران، بس انا حاسس دلوقتي وانا بصورها مره تانية يعني بتعيد تصوير بتاع المشكله ان انا بصور مره تانية ان امريكا هي اللي هتتاهل. يعني حاسس ان امريكا ممكن تقدر تخطف ايران، عندها لعيبه مميزه وقدرت كمان تحرج انجلترا. فالصراحه يعني بعد تفكير كده، بعد ما الفيديو باظ وقلت اصور تاني وقعدت افكر، فالصراحه انا شايف امريكا هي اللي هتتاهل في المركز الثاني مع بعد انجلترا، وايران اللي مع كارلوس كروش هيودعوا دور المجموعات مع منتخب ويلز. وبس ده كان توقعاتنا لماتشات النهارده. ما تنسوش اللايك والشير وبقى سبسكرايب والجرس عشان تتابعوا الحلقات دي اول باول، عشان ان شاء الله زي ما قلنا كل يوم الصبح هتنزل حلقه عن دور المجموعات في الجوله الثالثه. سلام.